صباح الخير، أهلا بيكم في حلقة جديدة من تحليل على الماشي. امبارح صحينا كلنا على فضيحة بجلاجل فعليا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كارثة إني صحيفة ذا صن العالمية وديلي ميل وكذا صحيفة تانية، كل الصحف العالمية في إيطاليا وفي إنجلترا وفي كذا حاجة، إني مارك كلاتنبرج رئيس لجنة التحكيم المصري السابق فر هاربا من مصر أو هرب من مصر بسبب التهديدات وبسبب السب والشتم ليه واتهاماته بأبشع الاتهامات من رئيس نادي الزمالك أو من نادي معين، مش هنحدد أشخاص. كارثة. انت متخيل انك تصحى تلاقي مصر كده متصدرة المشهد، مصر اللي بتحاول ترجع السياحة وندخل دولارات ونحاول نقوم بالاقتصاد والكلام ده كله، اللي انا ما يعني انا مش بتاعت اقتصاد، انا بقول لك يعني. فتلاقي كده ان اسم مصر متصدر العالم وكل الصحف الرياضية العالمية. ليه؟ علشان مارك كلاتنبرج فر هاربا، رجع بلده انجلترا بسبب ايه اللي بيتعرض له في مصر. طيب، قبلها باسبوعين ثلاثة ذا ريكورد البرتغالية، صحيفة برضو كبيرة، منزلة خبر اني جوزوالدو فيريرا مدير الفني البرتغالي اللي بيدرب نادي الزمالك عنده لعيبة بتتعاطى المخدرات او الحشيش، كما صرح رئيس هذا النادي. انت متخيل كده ان انت بسم الله الرحمن الرحيم عندك لعيبه، لا ولعيبه ايه، مش اي لعيبه، لعيبه دوليين، لعيب منهم اساسي في منتخب مصر احمد فتوح. فانت يطلع عليه ان هو بيشرب حشيش من مين؟ من رئيس ناديه. يعني مش مكايدة، يعني نقول مثلا لو النادي المنافس، لو بعض الصحف، لو في بعض الناس بتطلع عليه اشاعات او بيكايدوه نتقبل، لكن اما انت رئيس النادي اللي هو بيلعب فيه بيقول عليه كده. بعدها باسبوعين قصة كلاتنبرج وفضيحة كلاتنبرج. طب ايه يا جماعة؟ بجد في ايه؟ يعني ايه ماذا يحدث في الرياضة المصرية؟ بجد ايه اللي بيحصل؟ حد يا جماعة، حد يطلع يفهمنا كده، حد مسؤول كبير، اشرف صبحي يعمل مؤتمر يفهمنا ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل بجد؟ اتحاد الكرة الفاسد، وقلتها قبل كده وارجعوا يا جماعة للفيديوهات، قلت اتحاد كرة فاسد ما يتحط قدام مسؤولياته. يعني ايه؟ انت جايب راجل انجليزي بباسبوره الانجليزي، مش عارف تحميه من ان في ناس بتشتمه بتسبه بتطلع عليه كلام، واصلي متجوز راجل، واصل ايه ده؟ ايه كمية القرف والعبث ده؟ ايه كمية القرف ده؟ ماسكينه بقالهم 6 7 8 ايام عمالين يقطعوا في فروة كلاتنبرج، وانت ما بتعملش، وايه الاخطاء؟ يا حبيب قلبي، انت خيبتك خيبة، يعني انت خيبتك خيبة، لعيبتك اصلا مش ما عندهاش لا روح ولا عايزة تلعب ولا اي حاجة، جاي تشيلها لرئيس لجنة التحكيم. طب صلح اللي عندك الاول، شوف المشاكل اللي عندك. ده انت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كده صفقات مضروبة. مستر زكريا الوردي اللي مشي اصلا، اصلي الضغوط النفسية. نعم، وانت فاكر جاي تلعب فين؟ لا، والمضحك انه رايح يلعب في الرجاء. هو الرجاء ما عندوش ضغوط نفسية؟ انا مش فاهمة. صفقة فاشلة، دي مشكلتك، حاول ان انت تحلها. سامسون اللي ما بيشتغلش، سامسون اللي ما جابش، ما طلعش قماش، مشكلتك انت، تحلها انت، تبيعها، تفسخ بالتراضي زي ما عملت مع زكريا الوردي. ومش مشكلتي بقى ان انت باهدار مال عام والكلام ده، انا دي مش قضيتي، مش مشكلتي.
وتروح تجيب صفقات جديده، لكن ما ترميش خيبتك على التحكيم. احنا السنه اللي فاتت، وانا من مكاني هنا السنه اللي فاتت قبل ما هاجم التحكيم قلت ان اللعيبه مش رجاله، ان اللعيبه مجهده، ان عندنا اخطاء فنيه، ان سوارش ما كان عنده مشاكل، اني ما برميش الشماعه على حاجات تانية. وبعدين مارك كلاتنبرج نفسه امبارح قايل تصريحات تدين اصلا كل اللي كان بيحصل خلال السنتين اللي فاتوا يا جماعه، وتاكد اللي احنا كنا بنقوله، ان التحكيم موجه لنادي معين. ضربات جزاء بتتحسب مش ضربات جزاء، وضربات جزاء على الانديه المنافسه بتتحسب مش ضربات جزاء، وضربات جزاء حقيقيه ما بتعملش ان انت بتعمل اللي انت ما شفتهاش، ويقول لك روح البروتوكول وروح الفار طلعتوا روحنا يا شيخ، ولا انتوا عايزين يروح البروتوكول يرجع عشان ايوه هات لنا بقى الحكم اللي بنحبه؟ ايه يا جماعه؟ جرأة مرتضى، جرأة بجد. خسرت من الاهلي في السوبر 2-0، خسرت من الاهلي 3-0 في وجود حكام اجانب. عارف لو حكام مصريين كان هيبقى فيه روح الاحتواء وروح البروتوكول وروح الفار، ورحنا معاكم بجد بجد. معلش يا جماعه استحملوني، عشان انا فعلا انا امبارح ما رضيتش اطلع اتكلم علشان احاول اهدى، بس كل ما يحدث من اول امبارح من بيان اتحاد الكوره الهزلي ده بيان والله العظيم ابني اللي عنده 9 سنين ما يطلعش يكتبه. تخيل اتحاد الكوره المصري بيطالع يقولك في ايه مارك؟ مالك يا حبيبي؟ ده انت في امن بلد في العالم. هو حبيب قلبي هو ما قالكش ان هو اتعرض لسرقه ولا نصب ولا ناس ثبتوه بسنجه في الشارع ولا شنطته اتسرقت، ولا هو ما قالكش كده؟ ما احنا عارفين ان هو في امن بلد في العالم. انت قدرت تحميه من السب والشتم والاتهامات اللي اتقالت على قناه نادي الزمالك؟ لا، انت قلت له ده انا اصلا مش عارف احمي نفسي. فامان ايه اللي بتتكلم عليه؟ امان ايه اللي بتتكلم عليه؟ اما يطلع اما تبقى قناه بتطلع تقول جرأة حازم ما تطلع من تحت السرير. ايه ده؟ جرأة جمال يا علام وكر شتايم. فانت صحيح ازاي هتحمي مارك كلاتنبرج الانجليزي؟ لا، يروح السفاره بقى هو ايه يحمي نفسه. فالسفاره تقول له اهرب فورا، ارجع بلدك، ما تقعدش هنا ولا ثانيه. فتقوم مشاكل بين دولتين عشان خاطر واحد مختل عقليا مش عارف هو بيقول ايه. وانا قد هذه الكلمه ويهاجم الناس. طب انا عايزه اسال السؤال، ليه يا جماعه كل مسؤول ما يتحطش قدام مسؤولياته؟ ولا انتوا قاعدين على الكراسي منظر بس؟ قولوا لنا يا جماعه قصه ايهاب جلال، وان هو بيقيل ايهاب جلال وهو في الطياره وهو مسافر كوريا الجنوبيه في الطياره. ايه العبث ده؟ جواب وازمه الجواب بتاعه النادي الاهلي، الجواب اللي اختفى واحنا مش عارفين اختفى فين. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كاتحاد فاسد بتعملوا ايه؟ حازم امام ومحمد بركات وجمال علام والدرندلي كلكم بتعملوا ايه؟ لا شايفين حاجه عدله في الرياضه المصريه، ولا شايف غير بلس وزير الشباب اللي اصلا مشاكل من كوره لسكواش مع مصطفى عسل. ليه ايه يا جماعه؟ انت بتعمل ايه؟ انا بطلب من رئيس الجمهوريه انه يتدخل في مشكله الرياضه ويمشي اشرف صبحي ويجيب لنا حد عنده مسؤوليه، حد قد مسؤولياته، مش حد بيدافع عن النادي بعينه. كلهم سواسيه،
مارك كلاتنبرج امبارح مطلع تصريحات بيقول لك الحكام، انا بعين حكام وبتتغير. تتغير ليه؟ عشان الحكم اللي بيحبه؟ تتغير ليه؟ مش ده رئيس لجنه التحكيم وانت اديته كل الصلاحيات؟ تغير التعيينات اللي هو حطها للماتشات ليه؟ انا بعاقب ناس وبلاقيهم برضو بيرجعوهم ويحطوهم في الماتشات. ده معناه ايه؟ معناه اغلط براحتك يا حبيب قلبي، روح البروتوكول موجوده، وروح الفار، وروح القانون، وروح 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 اغلط، طالما اي حاجه لصالح نادي اعمل اللي انت عايزه. وغير كده وكده التصريح المصيبه اللي قاله كلاتنبرج، قال لك كلها حاجات موجهه لنادي بعينه. ده معناه ايه بقى يا جماعه؟ ده معناه اني مع كل الاحترام لنادي الزمالك، بس السنتين اللي فاتوا، وانا برضو قلتها وهقولها تاني وتالت ورابع وعاشر، السنتين اللي فاتوا لما خدت الدوري انت اخدته مش عشان انت جامد، ولا انت عبقري، ولا انت عندك احسن سكواد في العالم، لا، انت اخدته عشان النادي الاهلي كان واقع، كان مستواه مش كويس، بلس الحكام اللي ساعدوك، بلس ان النادي الاهلي كان مشغول بكاس العالم وافريقيا والكلام ده كله وتلاحم المواسم، اما خلاص اللعيبه ما كانتش قادره ترفع رجليها من على الارض. تعال شوف دلوقتي نادي الزمالك من بعد تصريح الحشيش ايه اللي بيحصل. اللعيبه ما بتكملش اصلا 60 دقيقه، ده 60 ده يبقى كويس قوي. الماتش اللي فات غزل المحله جاب جونين في اول 30 دقيقه في الزمالك، والزمالك جاب جون من ضربه جزاء، فهو يا ضربه جزاء يا ضربه ثابته. انت ما عندكش لعب، انت ما عندكش تاكتكس، انت ما بتلعبش حلو، انت مستواك نازل، انت مستواك واقع. اتمنى ان رئاسة الجمهورية تتدخل في اللي بيحصل في الرياضة. اتمنى ان اتحاد الكرة يقدم استقالته عشان هو اتحاد فاسد وفاشل، واللي بيحصل ده بقى الناس مش قادرة تتحمله اكتر من كده، ومارك كلاتنبرج جه كشفكم. وخلينا فاكرين ان في عهد كلاتنبرج الزمالك خامس والاهلي اول ب11 نقطة عن الزمالك، وعن فيوتشر ب6 نقاط. واحنا مش هنقبل انك تجيب لنا رئيس لجنة حكام مصري طالما هي كلها بالتليفونات، وانت ما كنتش عارف توصل لكلاتنبرج على حد كلامك. لنا الله. اشوفكم في حلقة جديدة من تحليل على الماشي. لايك، شير، سبسكرايب.